بسم الله الرحمن الرحيم. بدون أي مقدمات، الأهلي بياخد أغلى نقطة في المجموعة دي، وهي نقطة غالية جدا من ميلودي سان داونز. ميلودي سان داونز فريق محترم جدا، فريق عارف هو بيعمل إيه، فريق عارف عنده كورة حقيقية. كان ضيع فرص كتير جدا، ضيع فرص خطيرة. قدر انه يسيطر على الجيم بالشكل اللي هو عايزه، بينقل الكرة بمنتهى السهولة بمنتهى الأريحية. ضيع أهداف حقيقية جدا. على نقيض النادي الأهلي كان شكله وأداؤه وطريقة لعبه وتمركز لعبته وكل القرارات عنده كانت غلط تماما. ماتش انت اوف داي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كل اللعيبة سيئة، مفيش لعيب واحد اقدر ان اقول ان هو نجم النادي الاهلي. يا دوب ممكن تقول على حسين الشحات او مروان عطية ان هم ادوا نوعا ما 40 50% من مستواهم. عدا ذلك انت لا شكل ولا طعم ولا لون ولا اداء ولا مستوى ولا اي حاجه. ويمكن برضه عشان ما نبخس حق الشناوي، برضه هو قدر انه ينقذ الاهلي في توقيت مهم جدا جدا جدا. كان قبل الجول الاولاني بتاع محمد عبد المنعم، محمد الشناوي انقذ فرصه جول حقيقيه، فرصه بروحين. الاهلي بيبتدي المباراه بمحمد شناوي في حراسه المرمى، محمد عبد المنعم ومحمود بيه متولي قلبين دفاع. على اليمين محمد هاني، على الشمال علي معلول. نص ملعب مروان عطيه واليو ديانج. خط الامامي محمد مجدي قفشه. على اليمين حسين شحات، على الشمال احمد عبد القادر. مهاجم فريد وفز ومش عارف هو عامل ابونيه ولا مشترك يعني في ان هو يتفرج على المباراه من الملعب، وهو بيرسي تاو. الحقيقه يعني انا كان بودي ان انا اقول كلمتين عدلين. انا بقالي كتير جدا ما اتكلمتش حلو في حق النادي الاهلي، لان انا قناعاتي مش جايباني ان انا اطبل او ان انا انافق او ان انا يعني اقول لكم قد ايه انا انبهرت باداء النادي الاهلي على فترات كبيره جدا وفترات متباعده. بنشوف ماتش ولا ماتشين النادي الاهلي هم فعلا تحس انك انت قدرت انك تتفرج على كرة حقيقية. النادي الاهلي بتجيله فرصه شبيهه فرصه حسين شحات في ماتش الهلال، وبيضيعها احمد عبد القادر بمنتهى السذاجه. بعدها اما ميلودي سان داونز بيدخل المباراه وبيركب المباراه بالطريقه اللي هو عايزها. دي فرقه كوره محترمه، بتقدر تنقل من ورا لقدام باريحيه شديده، وبتقدر تحضر الكره بمنتهى السهوله والسلاسه، وتحس ان هم يعني فنانين بصراحه. فرقه محترمه جدا. ومع ذلك انت لما كنت بتضغط عليهم من قدام لورا، كنت بتقدر ان انت تعمل حاجه محترمه جدا. عكس النادي الاهلي، انت بعد ربع ساعه بالظبط فقدت سيطرتك وهيمنتك على المباراه. لعيبه سان داونز بتنقل بسهوله شديده. وانس ان هم بيعدوا نص ملعب بيلاقوا فدان ارض. الحقيقه ورا مروان عطيه واليو ديانج. اليو ديانج بصراحه اداؤه تحس انه انت مش عارف هو كويس مره وعالمي مره ووحش جدا مره. مفيش ثبات في مستوى. مشكله النادي الاهلي انه مفيش ثبات حقيقي اوفرول كمجموعه. مفيش ثبات. يعني مباراه الهلال انت ما عملتش اي حاجه في الماتش وخسرت 1-0 وضاع عليك كمان ضربه جزاء. ماتش اسوان عملت شوط 10 على 10 واديت مباراه ممتعه وجميله ولذيذه وكل حاجه. الماتش ده انت برضو وحش. وحش. مفيش مشكله خالص انك تتعادل تخرج من البطوله. انا متوقع الاهلي يخرج من بطوله افريقيا عامه بالشكل ده وبالطريقه دي وبالمنظر ده. الاهلي سهل جدا ان هو يخرج من البطوله، خاصه البطوله الكلكعت. يمكن عكس حتى مجموعه الزمالك. البطوله الكلكعت ان انت بقى عندك سبعه وسته، سبعه سان داونز، سته الهلال، واحد النادي الاهلي، لا شيء القطن الكاميروني. فانت النهارده حتى لو فزت الماتش الجاي هتبقى التالت. يعني كل الفرق هتبقى تساوت في اللعب، هيبقوا لعبوا الثلاث ماتشات. الاهلي هيبقى برضه في المركز الثالث. بالتالي انت مطالب انك انت عندك 9 نقط تاخد منهم 7 على الاقل. 7 والله ولا 7، لا انت عندك 12 نقطة. انا اسف. عندك 12 نقطة، عندك 4 ماتشات لسه. القطن الكاميروني ده لازم يتاخد راح راجع. راح راجع ما فيهاش. تاخد نقطة من سان داونز بالكتير قوي لو قدرت تعملها في جنوب افريقيا، وتاخد 3 نقط من الهلال هنا في مصر. هيبقى اخر ماتش. يبقى انت مطالب انك تاخد 10 نقط. 10 نقط عشان تتأهل تاني. يعني ما تقنعنيش ان سان داونز هيخسر من الهلال بالشكل ده وبالطريقة دي في السودان. ممكن يتعادل يكسب. سان داونز اكيد هيكسب القطن الكاميروني عنده. فادي يعني سان داونز هياخد 4 5 نقط مستريح مستريح. ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام، الا اذا الاهلي قدر انه يكسب بره في جنوب افريقيا. وانا اشك في الامر ده بالشكل ده وبالطريقه دي وبالمنتاليتي ده. المباراة ما فيهاش حاجات فنية كتيرة. طبعا انت هتطلع تلاقي السوشيال ميديا الاهلاوية بيعاروا زملكاويه، زملكاويه بيعاروا الاهلاوية. طبعا
انت النهارده يوم مؤسف ويوم حزين طبعا على الكره المصريه. الزمالك النهارده بيخسر 2-0 من الترجي، والاهلي بيتعادل بطعم الخساره. والاهلي والزمالك الحمد لله هم حصالات في مجموعاتهم. يمكن الاهلي عنده نقطه وكوتون سبورت لا شيء. الزمالك هو الاخير في مجموعته برصيد نقطه برضه. حال الكره المصريه مؤسف الحقيقه. يعني لا تعليق، لا تعليق على الفرق المصريه عامه، او سواء اهلي والزمالك بالذات. يمكن فيوتشر وبيراميدز كل واحد فيهم عنده نقطتين من تعادلين. آه، انا زهقت من ان انا مش لاقي حاجه اتكلم فيها بقالي سنتين، ودي التالتة. مفيش ماتشين 3 عندك ثبات في المستوى. مارسيل كولر مدرب قدير ومتمكن وعامل ماتشات كويسه جدا، ليه افكار كويسه، قادر انه يطبق فكر كويس. ولكن في لعيبه، فعلا في لعيبه، انا مش بلوم على المدير الفني لان المدير الفني مش هينزل ينفذ اللي هو بيقوله بنفسه. في لعيبه في بديهيات الكوره مش موجوده عندها. يعني لما مدير فني ينزل ب 11 لعيب يلاقي منهم 8 اوف دي كارثه. انت النهارده متولي ما جاش، والجول الاولاني من متولي باع نفسه بشكل غريب وعجيب، وفتح الكره للراجل عملها عرضيه وتعدي طبعا معلول. لا معلول ولا هاني ولا متولي. ادي 3 في خط الظهر. اليو ديانج ما فيش. الرابع، الخامس محمد مجدي قفشه قرارات كلها غلط. السادس احمد عبد القادر فزلكه وانسحها الكره بدون اي اوتبوت او اي انتاجيه. ادي 7. خلاص بنتكلم بيرسي تاو غير ضربة الجزاء، وضربة الجزاء كده جت قضاء وقدر. تمام، عمل ايه؟ صفر ولا اي حاجة. 8 لعيبة انت النهاردة مفيش، ما عندكش غير الشناوي والشحات ومروان عطية، هم يا دوب اللي ممكن تقدر تقول ان هم قدوا نوعا ما. ففي لعيبة بجد محتاجة وقفة حقيقية. سواء اللعيبة طبعا بدلة طاهر محمد طاهر نزل يعمل فاولات، ودي لو كانت في الدوري المصري او في اي حته تانية فيها فار ياخد كارت احمر، مفيش مشكله. تمام، مفيش. طاهر انت ما شفتوش من بعد اول كام ماتش في الدوري، وبعد كده اتصاب رجع ما رجعش. تمام. عندك مين تاني؟ محمد شريف الراجل منزله وينج ليفت، ولا وينج ليفت، لا وينج ليفت نافع ولا راس حربه نافع ولا اي حاجه. محمد شريف محتاج اجازه يروح لطبيب نفسي يعمل جلسات استشفائيه، وده مش عيب وكلنا محتاجين كده، ويرجع فريش للكوره لان هو لعيب محترم وعنده امكانيات كويسه، واحنا شفنا منه حاجات كويسه جدا جدا جدا. بالتالي لازم ان هو يراجع حساباته. مين تاني بودلة نزلوا؟ خلع فتح له تقييم. ياسر ابراهيم تخين، وزنك زايد قوي 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 قوي. مش سرد باك، مش سرد باك يعني ما بيعرفش يعمل ترنات بسرعه. تمام. فلعيبه مش ممكن. احنا ليه ما عندناش ثبات في المستوى؟ حاجه غريبه، حاجه عجيبه بصراحه. لا جمهور اثر، لا اداره اثرت، لا مدير فني اثر في الافكار والخطط. تمام. ولكن علامات تعجب على سيبان بيرسي تاو لحتى اخر ماتش. ما عندكش راس حربه، ما عندكش لعيب 10. قندوسي ده انت جايبه تعمل بيه ايه؟ الله اعلم. تمام. كريستو اللي احنا جايبينه تخليص حق من النجم الساحلي، جايبينه فين؟ انت ما شفتوش غير يا دوب في كام دقيقه في ماتش سموحه في الكاس، وبعد كده ما شفتوش تاني خالص خالص. هل دوري الشباب يحتاج انك انت تجيب محترف تدفع له بالعمله؟ انا مش شايف ان هو ممكن يبقى اوحش من اللي احنا بنشوفه اصلا. يعني انت بتشوف لعيبه مره فوق و10 تحت. ايه المشكله لما تدي بقى لعيب زي ده؟ عادي. فلا، لازم يبقى في وقفه حقيقيه. لا، الاهلي واضح ان هو مش هيكمل في البطوله دي. الاهلي تركيزه على الدوري وعلى الكاس وعلى المسابقات المحليه والحاجات الجميله دي. فهو في حاجه غلط، في حاجه غلط في الفرقه، في حاجه غلط في عدم دراسات الماتشات الافريقيه. ما فيش حاجه اسمها أصل المدير الفني ده مش بتاع افريقيا وده كان بتاع افريقيا. طب ما انت عندك فايلر، ما هو سويسري وكان جاي اول مره يدرب في افريقيا، ومع ذلك وصل الاهلي للسيمي فاينل. فما فيش حاجه اسمها هو اقصى سان داونز على فكره من دور الثمانيه، لو احنا نفتكر يعني الموسم اللي هو بتاع الكورونا. فاحنا مفيش حاجه اسمها مدير فني مش بتاع افريقيا ومدير فني بتاع افريقيا. افريقيا ايه؟ ما هي شويه ماتشات بتلعبها وبطوله رايح راجع وكل الكلام ده بقى، لا كيمياء ولا اي حاجه. الفرقه الافريقيه مش مرعبه، احنا اللي عاملين لها رعب، احنا اللي مديهم ثقه. فرقه زي الترجي النهارده
فرقه بتنقل بمنتهى الثقه وبمنتهى الاريحيه وعندها لعيبه كويسه وكل حاجه، ولكن الزمالك لما جرب يضغط بس كده شويه غلطهم كذا مره. الاهلي النهارده لما حط في دماغه انه يلعب كوره لمده دقيقتين ثلاثه بيعرف، مش صعبه ولا مستحيله ولا اي حاجه. انت على محترفينك كويسين، انت ما بتعرفش تنقي محترفين، بيتعمل عليك شغل سمسره كتير جدا في المحترفين، محترفينك بملايين. واحد زي بيرسي تاو ده ازاي طلع من الدوري الانجليزي، ازاي طلع للدوري الانجليزي الاول؟ خلاص. وبما ان هو رجع لك من الدوري الانجليزي يبقى اكيد في كارثه عشان يرجع لافريقيا تاني. مفيش حد عاقل يقول ان انا اروح اجيب لعيب من الدوري الانجليزي الا لو كان اللعيب ده واقع وجاي يعمل مصلحه. وهكذا بقى في محترفين كتير يعني، مش هضيع وقتكم بيهم يعني. بس ده كان كل عندي النهارده. انا مستغرب، بص انا لا عايز لايك ولا شير ولا اي حاجه، تمام؟ انا عايز ان حد يقول لي انا غلط ولا صح ولا ايه بالظبط، حد يقول لي رايه في اللي هو شافه ايه. الواحد ما بقاش عارف هو الانتقاد اللي على طول ده صح ولا غلط ولا ايه بالظبط. لا تقول لي اجهاد ولا اي حاجه يا جماعه، ده شغل. الماتشات الكوره دي عباره عن شغل، ولاعيب الكوره ده شغله واكل عيشه. مفيش حاجه اسمها اجهاد، في ريكفري وفي حاجات كتير جدا، وبعدين في روتيشن، وبعد كده في اصابات اصلا. فانت ما عندكش لعيب اصلا لعب ماتشات كلها، كل لعيب عندك اتصابت. فمفيش لعيب لعب عدد الماتشات الكامل. مفيش حاجه اسمها اجهاد. شمعت الاجهاد دي والنبي 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 ننساها. اشوفكم ان شاء الله على خير في مناسبات لاحقه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تصبحوا على خير.